تاني حاجه ايه؟ انك تبص على الدايركت كومبيتيتور اللي بيبيع حاجه زيك بالظبط، ايه اللي عمله ونفع معاه. تالت حاجه بص على الاندايركت كومبيتيتور، حد بيفولفيل نفس النيد بس ببرودكت مختلف، شوف برضو بيكسب ازاي. بص على الماركت ليدر بتاعك، احسن حد في السوق، اكبر حد بيعمل ايه. بص على الجلوبال ماركت ليدر، اتعلم منه. واخر حاجه وبيرسونالي لقيتها من اكتر الحاجات المفيده، بص على الشركات التانية اللي بتستهدف نفس الفئه بتاعتك عشان تفولفيل عندهم نيد مختلفه. انا بعمل لبس مناسب للبنات في الجامعه، حد تاني بيعمل اكسسوارز مناسبه للبنات في الجامعه. طب ما احنا بنستهدف نفس الفئه، غالبا اللي عجبهم عنده هيعجبهم عندي. اوكي. السؤال بقى الغلس، ازاي اجيت انسبيريشن؟ ازاي افايند انسبيريشن؟ اعمل ايه يعني؟ دي الخطوات اللي بمشي عليها عشان اقدر الاقي انسبيريشن بالست طرق اللي احنا قلنا عليها. رقم واحد، تتفرج على الشغل اللي هم بيعملوه. رقم اتنين، تكابتشر الشغل ده، خد سكرين شوتس، صور بالموبايل، خد نوتس، اعمل الحاجه المناسبه وجمع ده كله في مكان واحد. حطه على جروب على فيسبوك، حطه على جروب على واتساب، حط معاك في المكان اللي انت بتجمع فيه ده التيم ممبرز الريليفنت للموضوع اللي عندك. رقم أربعة، بعد ما تجمع الشغل كله خد يومين ثلاثة، اقعد اقرا كل حاجة، اتفرج على كل اللينكات، افتح كل الفيديوهات. خامس حاجة، كات ات اوف، خد بريك عشان تسيب مساحة للسب كونشس مايند بتاعك يبروسس كل المعلومات اللي انت اديتها له. نام واصحى. التب هنا ان بعد ما تخلص كل التجميعة بتاعتك، خلي المرة اللي هتقعد تفيو كل الشغل اللي انت عملته ده في اخر اليوم، اخر ساعة في الشغل، جمع زمايلك وقعدوا اتفرجوا، او اخر ساعة في اليوم لو انت شغال لوحدك. بعد ما تتفرج نام واصحى تاني يوم، في نص اليوم في اخر اليوم، اقعد هات بقى الحاجات الفايندنجز اللي انت لقيتها وانت بتتفرج، النوتس اللي خدتها، ارمي الشغل القديم، اقرا النوتس بتاعتك، هتلاقي انسبيريشن.